الصحفي المعروف بركنه المثير للجدل 30 دقيقة في سبريس رشيد البلغيتي. مرحبا بك مدينة الشاون. أولا أنت اليوم تحضر الملتقى السادس لفن الكاريكاتير والإعلام. كلمة حول هذا الملتقى وحول فن الكاريكاتير وعلاقته بالإعلام. أولا بداية، الكاريكاتير جزء مهم من الإعلام، هذه مسألة معروفة. اليوم نتحدث على الثورة اللي عرفها الكاريكاتير فعلاقته بالممارسة الإعلامية، من خلال ولينا نشوفوا كاريكاتير كرونيكور، كاريكاتوريست اللي كيشتغل على الروبورتاج، كاريكاتوريست اللي مرتبط بالاكتواليتي، والكاريكاتير عموما معروف انه ياتي لاختزال ما لا تستطيع النصوص الصحفيه كتابته، وايضا لرسم الاشياء الاكثر جرأه والتي تكون مقبوله في قالب الرسم اكثر مما تكون مقبوله في قالب النص المكتوب. داكشي علاش كيقول لك واحد المثل فرنسي: لي كاريكاتوريست سون لي بوكليي دو جورناليست، ان رسامي الكاريكاتور هم ادرع الصحفيين، لانهم كيكونوا دائما في المقدمه. داكشي علاش مهم جدا سيرتو في ظل الواقع الكاريكاتور ورسام الكاريكاتور في المغرب انه يكون له رجل من هذا النوع. الحديث على قضايا الكاريكاتور، الحديث على علاقته بالاعلام، علاقته بالتحولات المجتمعيه، وهو الشعار اللي تم اختياره للدوره هذه. أستاذ رشيد، مجموعة من النقاشات اللي تارت في برنامج الملتقى السادس، من بينها ندوة الأمس حول الإعلام، ولقاء اليوم مع وزير الاتصال الخلفي. بداية حول ندوة الأمس، هل استطاعت الندوة أن تثير تساؤلات التي يجب إثارتها حول الإعلام وحرية الإعلام وكيفية مجابهة كل المحاولات أو كل الأساليب للالتواء على هذه الحرية من طرف الأجهزة الوصية؟ أنا كيظهر لي بأنه نركز خاصة على الكلمة ديال علي أنوزلا اللي كنت حضرت لها. الكلمة ديال علي أنوزلا كان فيها سرد كرونولوجي للممارسة الصحفية منذ ظاهرة الحرية العامة سنة 1958 إلى ورش التعديلات اللي كنعيشوا اليوم. أنا أتفق تماما مع هذه الكرونولوجيا بطريقتها بالسرد وما تطرق له الزميل أنوزلا، وأيضا أتقاسم معه الخوف فيما يتعلق بواقع الممارسة الصحفية اليوم ومستقبلها من خلال النصوص التي يتم إعدادها، واللي معروف منها هو مشروع قانون الصحفي المهني ومشروع قانون المجلس الوطني. ولكن الشق المهم واللي هو الركيزة ديال هذه المدونة هذا هو مشروع قانون الصحافة والنشر. هذا مشروع قانون الصحافة والنشر لم تتوصل به لا النقابة ولا فيدرالية الناشرين، كما أنه غير موجود المسودة ديالو عند المهنيين باش نقدروا نعطيوه آرائنا. إذن هو مشروع قانوني يعد في مكان ما لسنا مطلعين على بنوده حتى نعطي فيها رأيا، وغير مجرد عدم اطلاع المهنيين على بنود مشروع مدونة الصحافة والنشر. هو مسألة اللي كتقول لمن يعد هذا القانون إذا لم نكن نحن المعنيون الأولون به مطلعين. سي رشيد، سؤال أخير. اليوم وزير الاتصال وزير في حكومة بين قوسين إسلامية، لها رؤية خاصة للفن ورؤية خاصة للكاريكاتير، يحضر لأول مرة ملتقى للفنانين الكاريكاتيريين. هل هذا يعتبر ضوءا أخضر من الدولة، أم هي مجرد أو هو عفوا مجرد زواج كاثوليكي وسرعان ما سينتهي؟ أنا كيظهر لي بشكل بسيط، أولا يجب ألا نعتبر حضور الوزراء إلى تظاهرات ثقافية إنجازا في حد ذاته. خصنا نطبعوا مع هذه القضايا، هو فاعل مسؤول على قطاع من حق المبادرين والفاعلين أينما كانوا أن يكونوا بمعية الوزراء مسؤولين على قطاعهم للحديث ولتقاسم الآراء والأفكار. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، من مصلحة أي فاعل سياسي أنه يكون حاضر مع الكاريكاتوريين ويجاملهم ويكون حداهم ويبين أنه صاحبهم، لأن الفاعل السياسي هو الموضوع الأول ديال الكاريكاتور. المعطى الثالث، هل هو ضوء أخضر أو ليس بضوء أخضر؟ أنا أظن أن الفنان يجب أن لا ينتظر ضوءا أخضرا من أي كان، وأن العمل في الفضاءات المحرمة هو الذي يجعل الإبداع مميزا. شكرا لك أستاذ